بنبدأ فيلمنا بديانا الولهانة الهيمانة وهي في عربتها وفي طريقها للمدرسة وبتوزع على التلاميذ أوراق الامتحان. وبعد ما خلصوا جالها طالب عندها واسمه إيريك وبيطلب منها تديله كتاب، وديانا عشان ولهانة ادته الكتاب. وديانا بتشتغل مدرسة لغة إنجليزية في الثانوية وكمان ست رياضية. وبالليل راحت ديانا تسكر مع زميلتها صوفيا واللي ساكنين مع بعض. وهما بيشربوا صوفيا خدت بالها ان ديانا جالها رسالة من إيريك، وكمان عرفت العلاقة اللي بينهم وانهم مرتبطين. وصوفيا بتبارك لها ان اخيرا لقت حد يعبرها ويلفلف معاها. ومن ناحية تانية بتروح ديانا التعبانة لبيت إيريك وبيركب معاها العربية بتاعتها، وكانوا مبسوطين وبدأوا يدردشوا مع بعض ويهزروا. وبعدها إيريك بيقول لها انه لازم يروح دلوقتي ويتقابلوا بكرة في المدرسة، وهي بسيته. وتاني يوم واللي بيكون آخر يوم في الدراسة قبل عيد الشكر، وخلصت الحصة وخرج كل التلاميذ من الفصل ما عدا إيريك، واللي كان بيعاكس في ديانا واللي وشها بيحمر وكانت مكسوفة، بس هي كديانا انبسطت. وبالليل اتقابلت ديانا هي واخوها هانتر وبيقول لها ان امك بقت تعبانة وعقلها على قدها ودماغها واخد هوا وشكلها بقت مريضة عقليا وحالتها بقت تصعب على الكافر. وديانا الولهانة قلقت على امها وزعلت وقررت انها ترجع البيت. ومن ناحية تانية وهي في أوضة المدرسين وبتحكي معاهم وبيتكلموا وبيقرروا ان هما يعزموها بعد الشغل، بس هي بترفض وتقول لهم ان هي وراها مشوار. وهنا بنفهم ان المشوار ده كان مع إيريك وحصل اللي حصل، وبيتكلموا عن علاقتهم وانهم بيتمنوا انها تستمر لمدة طويلة ويا ريت للأبد. وديانا كانت فرحانة بالكلام ده جدا ومبسوطة، وبتقول انها اول مرة تبقى فرحانة كده. ومن ناحية تانية ديانا كانت بتحكي مع صوفيا فبيجيلها رسالة من إيريك وانه عاوز الصورة ليها عشان هي وحشاه. وديانا بتنفض لصوفيا وبتدخل الأوضة وقلعت السلبوتة عريانة يعني، وصورت نفسها قدام المراية عشان هي بنت مطيعة وبعتتها لإيريك. وبالليل وهي في الحفلة مع صوفيا ما كانتش مرتاحة وكانت متضايقة جدا، لأن كان في 2 من زمايلها بيتكلموا عليها وإنها مدرسة وفي طالب عندها مرتبط بيها. فراحت ديانا لصوفيا عشان تاخد منها مفاتيح العربية وعشان ترجع للبيت عشان هي كانت متضايقة وزعلانة. ولما وصلت البيت حاولت تتصل بإيريك بس ما ردش عليها، فبعتت له رسالة صوتية بتقول إنه وحشها جدا. ولما رجعت ديانا شغلها في المدرسة كان في واحدة زميلتها بتقول لها إن في صورة مثيرة لواحدة مع الطلاب كلهم. وديانا الولهانة قلقت جدا على نفسها من كلام زميلتها المدرسة، وبعدها ما كدبتش خبر وطلبت من إيريك إن هو يقابلها. وفعلا قابلت إيريك بره المدرسة وطلبت منه يمسح الصورة اللي معاه ليها. فبيقول لها إيريك تعالي نتقابل بالليل، فبتقول إنه صوفيا مش هتبقى موجودة النهاردة فتعال أنت. وفعلا راح لها في الميعاد، وبتقول له وهما مع بعض إن هي عاوزة تاخده معاها في حفلة عشان يبقى الموز بتاعها. لكن إيريك كسفها وقال لها إن في بنت تانية دعيته للحفلة وهو وافق. فبيقول لها لازم نخلي بالنا عشان محدش يشك فينا. وديانا غارت جدا وعصرت على نفسها ليمونة وعدت الموضوع عشان ما يحصلش مشاكل. ومن ناحية تانية بتزور ديانا عيلة صوفيا واللي كانوا بيتفرجوا مع بعض على الماتش. وبعدها طلعت لأوضة صوفيا عشان ترتاح شوية، وطلعت وراها صوفيا وبتقول لها إن عيلتها مبسوطين بيها جدا وكانوا فرحانين. وتاني يوم بتروح ديانا للمدرسة وقاعدة مع الموزس دول اللي هم التلاميذ عندها وبيتكلموا مع بعض وبيهزروا وبيتمسخروا على خروج البنات مع الشباب لحفلات الرقص. وديانا عشان تعبانة عجبها الكلام وضحكت معاهم. وبعدها راحت تصحح أوراق الامتحان وجالها مكالمة من إيريك واللي بيعرض عليها إنهم يتقابلوا في بيت أخوه. وفعلا بتوافق وبتروح معاه للبيت، وهناك لعبوا عريس وعروسة وهما الاتنين. ولما جت الأجازة راحوا الاتنين لبيت في مزرعة عشان يقضوها مع بعض، وقرروا إن هما يقعدوا لمدة أسبوع. وبتفوق ديانا من النوم وكان إيريك جنبها، فبتقوم قبله وبتخرج تتمشى وتستمتع بالمنظر وإنها بقت مرتاحة هنا وإن محدش هيشوفها هنا مع إيريك ولا هيشك فيها. وبترجع تاني للبيت وبتتسحب ديانا بالراحة عشان ما تصحيش إيريك، بس هو كان خلبوص وعامل نفسه نايم، بس هو كان صاحي وشدها في حضنه على السرير. بس يا فرحة ما تمت بتيجي عربية وبيكون صاحب أبوه وإنه معدي صدفة. وهنا ديانا قلقت جدا وكانت خايفة إن ممكن الراجل ده يقول لأبو إيريك عليهم، بس إيريك طمنها وقال لها ما تقلقيش وما تخافيش من حاجة. بس ديانا اتعصبت عليه وبتقول إن أنت مش فاهم حاجة، إن لو حد عرف إنها على علاقة بطالب عندها هيحصل مشاكل كتير.
فبتقرر ديانا انهم يوقفوا علاقتهم فترة لحد الدنيا ما تهدى. ولما حاول إيريك ان هو يهديها وجي وراها وبيحضنها وبيقرب لها، فبتزقه ديانا لانها متعصبة جدا ومش عايزة حد يقرب لها دلوقتي. وخلصت الاجازة بتاعتهم وبترجع ديانا من تاني للمدرسة، وبتشوف إيريك هناك واللي بيتصرف ولا أكن أي حاجة حصلت وكان بارد جدا. وبالليل بتروح ديانا للحفلة وبتشوف إيريك هناك وهو بيرقص مع البنت اللي قالها عليها، فبتروح للحمام وبتيجي البنت هي كمان صدفة وراها. بس ديانا الغيرانة كانت عاوزة تقول لها على علاقتها مع إيريك، بس بتمسك نفسها بالعافية. وبعدها اشترت إزازة خمرة وضربتها كلها. وهي في البيت دخلت عليها صوفيا والمز بتاعها هي كمان. وديانا بتدخل أوضتها عشان ترتاح وبتشغل أم كلثوم وبتفتكر إيريك ويا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عيني. وبعدها بتألف في بروفايل وصور إيريك في الفيسبوك. ومن ناحية تانية ديانا ما كانتش قادرة تستحمل وموحوحة على الآخر، وبتطلب من إيريك يقابلها بعد الحصة. وفعلا بيروح لها وبيسألها عن سبب المقابلة، فبتقوله إن هو وحشها وعايزاه يبات معاها. فبتدخل عليهم مدرسة زميلتها وبتخرج تاني. وإيريك استغرب إنها مش قلقانة المرة دي وإن حد يشوفهم مع بعض لوحدهم، فبتقول له إن رأي الناس ما عادش يهمها خلاص. ولما جه الليل بيروح لها إيريك البيت وفضلت تعيط وبيحاول يهديها، بس هي زقته بعيد عنها ورجعت له تاني وحضنته وهو مش فاهم حاجة. ولما جت صوفيا للبيت قرر إيريك إنه يمشي عشان تصرفات ديانا المجنونة، لكن هي فضلت تعيط له وتترجى فيه وقالت له كمان هعمل لك أي حاجة بس المهم ما تمشيش. بس الواد أصر على موقفه، ما تعرفش خاف منها ولا إيه، وسابها ومشي. بس ديانا تسكت؟ لا، ما سكتتش. خدت مفاتيح العربية وراحت وراه لبيته، وهي قدام البيت بتبعت له رسالة عشان يخرج ويحكوا سوا. ورد عليها وقال لها مش عايز يشوفها، وهي برضه ما سكتتش، إذ اتصلت بخدمة العملاء وخلتهم يحولوهم على التليفون الأرضي لبيت إيريك. وأبوه اللي رد عليها وقال لها إنه مشغول. وديانا اتعصبت جدا وكانت منهارة وبتقبض دماغها في العربية. بعدها قررت تروح لشباك بيت إيريك وطلبت منه يخرج عشان يتكلموا مع بعض. ولما خرج بتقول له إنها هتصلح كل حاجة وإنه ما يسيبهاش ويفضلوا مع بعض. وبعدها خرج أبو إيريك عشان يطمن عليه، وقال إيريك لديانا إنه مش عاوز يشوفها وإنه خلاص ما عادش مهتم بيها وإنها لازم تطلع من حياته. فركبت ديانا العربية وهي محطمة ومكسورة، وقعدت تلف بالعربية لحد الصبح. وبعدها راحت على فندق وحجزت غرفة هناك عشان تفكر مع نفسها وتشوف هتعمل ايه. ومسكت تليفونها وبتلاقي رسالتين، واحدة من صوفيا واللي كانت قلقانة عليها جدا بس ما بتكملهاش، والتانية كانت من مدير المدرسة وطلب منها تيجي المدرسة عشان في مشكلة مع طالب واسمه إيريك. وهنا انهارت ديانا على السرير وكانت زعلانة جدا، فكانت بتعيط وإن علاقتها بإيريك اتعرفت وإن مستقبلها كده اتدمر خلاص وإنها كده انتهت. وهنا بيخلص الفيلم ومش عارفين ديانا هتتصرف ازاي. والصورة الأخيرة دي بتبين الفرق بين وهي رياضية وهي ولهانة وهيمانة وتعبانة. ودي آخرة المشي البطال، وهنا نكون انتهينا. سلام. ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.